عنا تقريبا ايامات نحكيو، مش ايامات، عنا مدة في البطولة الافريقية هذه نحكيو على التهريج متاع الكاف، ونحكيو على الشطحات والرقصات، ونحكيو على كلام ديما ما يكونش في صالح كرة القدم الافريقية، وديما تقعد كرة القدم الافريقية متأخرة. يعني الشطحات متاع المسؤولين والشطحات متاع رئيس الكاف زادت كملت معاهم الشطحات متاع سي انفانتينو اللي مش عاجبه الحال، واللي ما عجبوش. معناه قال لك كيفاش ملاعبيه المنتخب السنغال يخرجوا من ارضيه الميدان ويعملوا الحاجه ذيك. معناها على اساس هو كيشوف الظلم في عوض التصريح هذاك اللي قالوا، يقول راهو الظلم هذاك عيب في حق منتخب قاعد يلعب في الكوره، يجي معناها يتعرض للظلم خايب بالطريقه هذيك، يولي والله يعيب الانسحاب من المقابله والتهريج. ما وصلش غادي، ما وقفش غادي. والله انا راني كنت متوقع، فما حاجات كنت متوقعها. معناها انا اليوم كي نشوف عقوبات من الكاف على المنتخب الجزائري، الحقيقه معناها حاجه خايبه برشا بصراحه. معناها انت اليوم باش تنجم تقنعني اللي كونه اليوم المنتخب الجزائري يستحق انك باش تعاقبه، اعطيني اليوم سبب مقنع. معناه اسكو انت كي ترجع معناه للمشكل ولا اساس المشكل وترجع للسبب، ما تقولش اللي صارت حاجات خليت ملاعبيه المنتخب الجزائري يردوا الفعل، تقول المسؤولين يردوا الفعل. ما تنجمش تقول هذيا. تي هنا شفنا تتصور انت معناها فريق تتنحاله ضربة جزاء عيني عينك، من بعد ملاعبيه من ردة الفعل هذيك يخرجوا ولا يوريوا معناها اللي هما حاجه تعرضوا للظلم، يجي المهرج نتاع الفيفا يقول لهم عيب الشيء اللي صار. وليه اكثر من هكا يجي اليوم نلقاو المنتخب الجزائري قديش يتعاقب من الاتحاد الكامل الكاف. معناها تعاقب الاتحاد الجزائري تعاقبها 100,000 دولار. علاش ميساج؟ خليني انا نفهم، اسكو يستحق معناها يتعاقبها؟ ما يستحقش لانه انسان عبر على الظلم نتاعو. وراه الظلم هذا اللي ديما نعاود ونقولها، لو الفيفا تتلهي بالامور الداخليه نتاع الكاف والفوضى والكولسه اللي قاعده تصير توا لكانت تكون خير. خاطر ما نجمش انا نفهم، لانه فما برشا حاجات قاعده تصير داخل اروقه الكاف بصراحه نقاط استفهام. دونك انا راني هذه معناها حاجات الحقيقه معناها ما لقى لها حتى تفسير. ضمن الكلام اللي نحكيو فيها على الجوائز نتاع الكاف، نجيو نحكيو على المدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. مع كل احتراماتي ليه في شخصه انا ما يهمنيش فيه، انا ما عندي به حتى علاقه، لكنه يتحصى على جائزه افضل مدرب في كاس افريقيا. انا والله هذه والله قاعدين نقاط استفهام بصراحه. معناها نقاط استفهام اللي انا ما فهمتهاش. معناها مدرب يفشل في تغييرات، مدرب يفشل في انه باش يقود منتخب بلاده باش يمشي يفوز معناها باللقب، نجيو نعطيو احسن مدرب. علاش على خاطر مدرب منتخب السنغال ما مشيش معاهم، على خاطر مدرب السنغال فضحهم، فضح ما نحبش نقول كلام خايب، فضح الفوضى نتاعهم، فضحهم التعاملات نتاعهم الخايبه. يجي يقولوا والله ليه تيردي. انا بالنسبه لي كلهم باهين كان السيد هذاك. انا نجي نحكي على منتخب نيجيريا عندها مدرب خير مره قراقي 100,000 و500,000 مره. نجي نحكي على منتخب السنغال مدرب نتاعها خير برشا، هذه كنت تستحق. نجي نحكي انا حتى والله لهنا ماهيش كلام، لكن تغييرات وشونجمونات اللي يعمل فيهم المدرب بيتكوفيتش الجزائري بارابور. لكن نجي نشوف انا منتخب المغرب يا معلم فيش تعمل فيش تحكي كيفاش. هذه مش محاباه، دي قمه المحاباه هذه. تجي انت تعطي شو اسمه هو الركراكي احسن مدرب، اعطيه احسن مدرب، اعطيه اللي تحب انت، يعطي الفلان الفلتان، لكن في الاخر بالكل راي الكره جماليه واللي يستحق يلعب. خاطر حتى مؤخرا معناها قاعدين نسمعوا في كلام راهو شيء يضحك. معناها تصور انت اليوم ولينا نحكيو على شو اسمه هو، ولينا نحكيو على الهدف اللي تسجل من منتخب السنغال وضربه جزاء اللي ضيعها دياز. ضربه جزاء. معناها تصور انت انسان يجي يلعب بشعب كامل، ليه قالك قاصدها، ليه قالك بالعاني. احنا نقولوا ضربه جزاء ضاعت، ومن بعد شنو لقينا اللي كونه رياكسيون من الملاعبيه تاع منتخب السنغال ماركيو بونت، ومن بعد مشاو على رواحهم.
ربحوا المقابلة. لكن بارامون عندنا احنا نوابغ، عندنا علامة في عالم المستديرة وفي الوحي وفي فهمني في علم الغيبيات، عندهم كلام اخر. خليكم تسمعوا سي عبد المجيد شنو قال، بعد نرجع نتفاعلوا مع بعض الموضوع. اللي زاد مهمة برشا. كلود دروا هبط بمهمة، ما هبطش معناها طلب من ماني باش يرجع صحابه، لان هذا رايك بالطبيعه ضربه الجزاء اللي سددها دياز ماهيش بريئه. كيفاش تقصد؟ فما معناها لان خروج السنغال كان ياثر برشا على مصداقيه البطوله الافريقيه، والمغرب تحب تعاود ماشي تعمل كاس عالم في المغرب، وممكن تحب تعمل بطوله افريقيا في المغرب. فما حاجات اللي مش معقول. خاطر شوف ترجع للصوره انت، السنغاليين كل وقت سد الكوره الحارس ولا واحد مشاله، كان عندنا الصور يعني كانوا يستنوا فيها بالشده، كانهم عندها انتظار اللي بلانتي مش تسجل، لانها صارت احتجاج على الهدف اللي سجلته السنغال. شي دوخ. وابو العريف ابو العلامه القوبانتيني قال لكم دياز عملها بالعاني. دياز حب يعمل بوبلي كما نقولوا احنا في الشعب الجزائري، في الشعب المغربي، وحب يدخلها بعضها الامور، وحب يبكي ويغرد مسكين بعد المقابله، وحب يحرم معلش 80,000 ولا 70,000 موجودين في الاستاد من الفرحه اللي دامت تقريبا عندها 50 سنه ما هزوش كوب دافريك، واللي بلاد كامله واقف 40 مليون مغربي واقف يستنى في النتيجه نتاع المقابله، ويستنى في تنفيذ ضربه الجزاء في 120 باش يجيب ابراهيم دياز يخمم بمخ، فهمني باش ما نقولوش حاجه اخرى، من عباره واحد يخمم بصباته، معناها يخمم بمخ سي هذا شنو باش نقولوا، يجي يقول لك والله خليني نضيعها لانه جاته تعليمات. معناها تصور انت ابراهيم دياز جاته التعليمات، يعني الناس تجري وناس تحاول تحارب وناس تحب تجري في التيران وناس تحاول وكذا، ويقول لك نهزوها. انا ناكد لكم انا يا ودي صدقوني حتى كان جاته التعليمات، وحتى كان قالوا له لازمك تشوتها وتسطحها وتجيبها في السماء، انا ناكد لكم قدام الجمهور هذاك بالوضعيه ذيك بالسياسيون ذيك بال120 دقيقه حتى في الشبكه ويتعدى على روحه. ليه؟ وشوف عاد قالوا كالرياكسيون تاع الملاعبيه كيما ما احتفلوش، ظاهره اللي الحكايه مخدومه. والله عيب عليها العباد هذيا، معناها فيش تحكي فيش تتكلم. فهمتش انا شنو يقصدوا معناها. اسمع تعرف بارامون دور لي العلامه نتاعنا فهمنيهاش في الاخر شنو يحب، قال لهم اسمع برا وضيعوا ضربه الجزاء، تو بعديك تمشي تشكي للفيفا، ومن بعد تمشي تشكي ما عرفش دراوين، ومن بعد تربحوا بارامون كوب. يظهر لي هذيك هي ماشيه صحيحه كما قال العراف نتاعنا. معناها فهمتينا والله اقسم بالله فما ناس ما فهمتش انا اخي موجودين في البلاتوات باش يعطيو معناها معلومات، باش يثريو الحوار، باش يتحدثوا كلام، باش يحكيوا كلام، ولا موجودين باش يبداو يتكلموا في كلام هكاك بركه والله سمعتوه والله. هذه العباد كي تسمعك لا تضحك عليك، راك تولي ضحكه، راهو ما هزله، راهو الشيء اللي قاعدين نسمعوا فيه شنو ولا جوار عملها بالعاني. علاش؟ باش ما تصيرش فضيحه في المغرب، وباش المغرب تتنجم تعاود تنظم مره اخرى كاس افريقيا، اللي خاطر هي باش تحط الدوسي نتاعها في 2028. هل يعقل معناها انت هل يعقل معناها انا تجيني فرصه باش نماركي نقول لي على خاطر سي عبد المجيد باش يكتشف من بعد اللي هي فما مؤامره، واللي كلود دروا ذي هبط باش يقول ماني اسمع برا رشحها من ضربه الجزاء باش تضيع، وجوال تلقاه من بعد يبكي ويغرد، معناه يبكي بالصوت ويغرد ويقول لك والله ما فهمتش والله. دي كان جات هكاك راهو زفرهم ضرب جزاء من الحيط، وراهو ما نعرفش انا صار اللي صار، وراهو ربحوهم ورجعوهم في الطرح، وراهو صار. هذا الكل علاش؟ باش من بعد انا نجي نحكي على كونه الملاعبي بالعاني عملها. ما نجيوش نحكيو على الاستحقاق، احنا ما نجيوش نحكيو على منتخب كان خير من منتخب. خير انا شفنا تي العالم الكل شافي ودي احنا حابينها المنتخب المغربي يربح هاي سيدي، لكن من بعد كي تشوفوا قضيه الميدان تحبوا ولا تكره خويا. جمعيه حاضره بارابور جمعيه اخرى،
الناس تلعب وناس تجري في التيران وناس تحارب في التيران وتقاتل، ويجيني الاخر فهمتني فرحان مسرور من غادي يقول لي والله اعملها بالعان. هل يعقل معناها؟ ما انا ما شفتوش لعبت كيفاش تجري في التيران. تي كانوا قادرين يزيدوهم الثاني والثالث لولا نجم المقابله بونو اللي يفسخ اهداف، واللي كانت معناها المقابله تنجم توفى بسكور. إيه لازمنا ننتقيو الالفاظ نتاعنا، نعرف شو نقول، نعرف شو نتكلموا، ونعرف شو نخرجوا، خاصه في الوضعيات هذه في التوقيت هذا بالذات. بولعريف قال والله خاطر ما جريش هكا، معناه يلعب معناها بشعب كامل، يلعب بمشاعر واحاسيس. مباراة ستبقى خالدة في التاريخ، نهائي كأس أفريقيا بين المغرب والسنغال. سيناريو الذي حدث خاصة في نهاية المباراة ولا واحد كان يقدر يتوقع أنه راح يصير. كيف بدأت الفكرة أنه منتخب السنغال سجل هدف، نسبة كبيرة أنه صحيح مش صحيح، الحكم قادر يرجع للفار ويتأكد، لكن حكم المباراة خلى الكرة مباشرة رفض الهدف. بعدها بدقيقة منتخب المغرب لعب كرة ركنية. الركنية هذه قام أحد اللاعبين السنغال بسحب بسيط جدا واحتكاك بسيط مع اللاعب براهيم دياز، اللاعب الذي سقط، لكن الحكم لم يقل شيء واستمر في اللعب إلى أن خلاص نقولوا انتهت الهجمة وانتهت الكثير من الكرات، إلا أنه بعد هذا الوقت الطويل عاد وحسب ركلة جزاء، أو خلينا نقول عاد وطلب أن يعود للفار. بعد العودة للفار ذهب الفار شاف وقال أن في ضربة جزاء، والتي ثارت احتجاج كبير على المنتخب السنغالي. ماذا قام المنتخب السنغالي؟ قام المدرب بطلب من اللاعبين مغادرة الملعب، وفعلا غادروا الملعب وبقوا أكثر من ربع ساعة داخل غرفة تغيير الملابس، إلى أن عادوا بالأخير وتم احتساب ركلة الجزاء وتم تسديدها بطريقة خلينا نقول غير مسؤولة من إبراهيم دياز، الذي انبرى لها ووافق بها اللاعب أو الحارس مندي وتصدى للكرة، ولتذهب بعد ذلك المباراة إلى أشواط إضافية كانت فيها هدف الغالب لمنتخب السنغال، الهدف الذي استطاع به المواصلة النتيجة والحصول على اللقب الغالي للمرة الثانية في آخر 3 نسخ.